الفنانة الجميلة منى زكي كانت طالعة في لقاء مع أمير كرارة من فترة كده. فأمير كرارة بما إنه يعني قريب جدا من منى زكي وأحمد حلمي فيعرف عنهم حاجات كتيرة جدا، حتى حاجات ليها علاقة بوالد منى والدتها ووالد أحمد حلمي والدته، كل حاجة يعني عنهم تفاصيل عائلية يعرفها قوي. فراح سألها في وسط الكلام كده سؤال، قال لها في البرنامج، قال لها كان في جملة باباكي الله يرحمه كان دايما يقولها لك، كان بيقولك خليكي زي النجيلة. هو مصطلح غريب شوية، ايه معناه؟ راحت ردت، قعدت تضحك الاول، بعد كده راحت قالت له هو مصطلح غريب فعلا بس له معنى. هو انا كنت ابتديت اشتغل وكنت خارجه من قصه حب فاشله، والموضوع ده زمان قبل ارتباطي بحلمي اللي هو احمد حلمي. كان بابا شايف اني كل شويه اتصدم في الحياه وفي الناس، واني بتوجع وبتكسر قوي. فقال لي بصي يا منى خليكي زي النجيله. الناس لما بتحط رجليها على النجيله بيحصل لها ايه؟ بتتبطط. لكن اول ما الناس بتشيل رجليها بيحصل ايه؟ النجيله بتطلع تقف عادي وكأن مفيش حاجه حصلت ولا حد فطسها. فقال لي خليكي كده، ما تخليش حاجه تكسرك لدرجه انك ما تقدريش تقفي من تاني. واتعلمت ده فعلا، اني ما اخليش حاجه تفرحني قوي، لا نجاح يلعب في مخي ولا فشل يدمرني، وطول الوقت حطها قدامي. بصراحه كلامها كان مؤثر جدا، ناس كتير جدا وناس حبت جدا. يعني هي دايما اصلا منى زكي لما تطلع في اي لقاء دايما بتتكلم على علاقتها بوالدها اللي هو اعتقد دكتور، وكانوا اصلا عايشين فتره كبيره جدا بره مصر قبل ما تيجي هنا بقى وتمثل وكده. فكانت دايما بتتكلم عنه كتير، ان هي علاقتهم ببعض قويه جدا ومش مجرد يعني اب وبنته، لقيت احنا كنا اصحاب جدا وكنا دايما بنتكلم مع بعض ونتناقش. فدي حاجه من الحاجات اللي خلتها يعني متعلقه باباها جدا، لدرجه ان هو لما توفى بتقول اكتر الحاجات اللي انا حاسه بيه، يعني حاسه ان انا مفتقداه جدا في حياتي لاني كنت متعلقه جدا بيه وبحب اتكلم معاه كتير. فالكلام اللي هي حكيته ده بيدل فعلا ان هي يعني قريبه جدا من والدها. ربنا يرحمه ان هو توفى. ودايما برضو بدات يعني الكلام ده كانت بتقول على باباها، دلوقتي بقى بدات تتكلم عن الحاجات دي عن احمد حلمي، وده واضح ان هو برضو يعني هي شايفاه ان هو عقله كبير زي والدها، وانه يعني مش بس زوجها، لا كمان دايما تقول ان انا بشوف زوجي وصاحبي وبابايا وفي كل الصفات اللي انا كنت بتمناها. دايما كانت بتطلع تتكلم ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر عليهم في اي لقاء، بتتكلم عنه كويس قوي، وشايفين شايفاه لغايه دلوقتي بنفس النظره اللي كانت شايفاه زمان. يعني كان دايما المذيع يسالها، وبالذات عمرو اديب اللي هو يعني انتوا بقالكوا فتره متجوزين وخلاص، فاللي هو قالت له لا عادي جدا، احنا قريبين جدا من بعض وكاننا لسه مخطوبين اساسا. فدايما بتطلع تتكلم برضو عنه، بتقول ان هو من ضمن النعم اللي ربنا انعم بيها عليا. فحبهم لبعض ده مش بيتكرر كتير اصلا في الوسط الفني، لان الوسط الفني دايما بنسمع كتير، دايما طلقات بتكون كتيره جدا، بتبقى مده الجواز قصيره جدا وتسمع بعد كده على طول فنانين، رغم ان هم بيبقوا على الشاشه باينين ان هم قريبين جدا من بعض وبيحبوا بعض وكل حاجه، لكن بتسمع بعد كده فجأة ان هم اتطلقوا. فربنا يا رب يحفظهم يا رب ويديم دايما ما شاء الله الله اكبر، ربنا يحفظهم لبعض. وكمان اولادهم، يمكن بنتهم ليلي كمان اللي بدأت تطلع الفترة دي او تشتهر. الناس كتير جدا انا شايفاها بصراحة برضو ان هي نسخة من منى زكي.